على بعد 30 ميل بس من ساحل سان فرانسيسكو، في مجموعة جزر ممكن تشوفهم في يوم صافي. عشرات الملايين من الناس قريبين كفاية يزوروا المكان ده، وتقريباً ولا واحد فيهم يعرف إيه اللي حصل هنا. الجزر شكلها كأنها ما اتلمستش، محمية، وفعلاً شكلها هادي. بس المكان ده ممكن يكون واحد من أكثر الأنظمة البيئية المقلقة على ساحل المحيط الهادي، لأن تحت السطح في حاجة إحنا حطيناها هناك وما رجعناش نجيبها. مجموعة من الجزر وتكوينات صخرية حادة اللي خلتهم يتسموا جزيرة أسنان الشيطان. دي هي جزر فارالون. هي جزء من سان فرانسيسكو، بس على عكس الكاتراز مفيش جولات هنا، مفيش عبارات بتاخد الضيوف رايح جاي. في الحقيقة تقريباً أي حد بيحاول ينزل هناك حيبقى معرض للقبض عليه، وده لحمايتهم هم كمان قد ما هو لأي سبب تاني. سلسلة جزر بطول 5 أميال، دول مواقع صغيرة تقريباً، ما فيهاش أرض صالحة للاستخدام، ما فيش بنية تحتية، ما فيش مدن، وما فيش أي تطوير. بعضهم بالكاد يعتبر جزراً أصلاً، وبعضهم مجرد صخور سوداء مغطاة بفضلات الطيور. لكن العزلة دي مش صدفة، دي مفروضة بالقوة. النهاردة جزر فارالون تعتبر محمية طبيعية للحياة البرية. الحكومة فعلياً طوقتهم، وهيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية مش بتتهاون أبداً في تطبيق القوانين. اللي بيتعدى على المكان ممكن يتعرض لغرامات كبيرة أو حتى السجن. فالسؤال هنا، ليه مكان قريب بالشكل ده من ملايين الناس لازم يبقى تحت السيطرة الشديدة دي؟ لأن من الظاهر المكان ده شكله واحد من أكثر الأنظمة البيئية المحمية في أمريكا، وللي بيشوفه عن قرب بيبان كأنه جنة طبيعية. يبدو كأنه واحد من أنقى الأماكن في العالم، وده بالضبط هو المكان اللي بتبدأ فيه التناقضات. جزر فارالون فيها واحدة من أكبر تجمعات الطيور البحرية في العالم، أكثر من 250 ألف طائر بحري متوزعين على الجزيرة. المنحدرات كلها متغطية بمستعمرات تعشيش للطيور، وهم مش السكان الوحيدين اللي بيعيشوا في الجزر الغامضة دي. الفقمات وأسود البحر مالية الشواطئ، وفي المية اللي تحت القروش البيضة الكبيرة بتدور حوالين الساحل عشان وفرة الفريسة. الحيتان الزرقاء وحيتان الحدباء والأوركا كلهم بيعدوا من المية دي. دي واحدة من أغنى النظم البيئية البحرية في أي مكان في المحيط الهادئ. جزر فارالون شهدت زيادة كبيرة في عدد طيور البحر. الطيور اللي كانوا فاكرين إنها انقرضت من المنطقة رجعت تاني. الطيور المهاجرة بتستقر في الجزيرة خلال الشتاء. على مدار العقود القليلة اللي فاتت كان فيه نشاط بشري قليل جدا في المنطقة، لكن اللي بيخلي النظم البيئية زي دي غير عادية مش بس إنها بتزدهر، لكن كمان سرعتها في الاستجابة لأي اضطراب. في معظم البيئات الساحلية فيه هامش أمان بين تأثير الإنسان وانهيار النظام البيئي. هنا هامش الأمان ده أضيق بكتير، مش عشان النظام ضعيف، لكن عشان كل حاجة مرتبطة ببعضها بشكل قوي. الحيوانات المفترسة، الفريسة، طرق الهجرة، وأماكن التكاثر كلها بتتداخل في نفس المنطقة من المياه. فلما حاجة بتتغير، التغيير بينتشر بسرعة في النظام كله، وده بيخلي الجزء الجاي أصعب إننا نتجاهله. إزاي أمريكا حولت واحدة من أكثر الجزر تنوع بيولوجي على ساحل المحيط الهادي لمكب نفايات نووية؟ وإيه كمان لسه موجود هناك؟ تطوير الأسلحة النووية كان بينتج كمية كبيرة من النفايات المشعة، وأول ما بقى واضح إن النفايات دي بتشكل خطر الإصابة بالسرطان، الحكومة بدأت تدور على أماكن معزولة عشان تتخلص منها، وجزر الفارالون كانت في مرمى النيران. في سنة 1946 المية اللي حوالين الجزيرة بقت موقعة للتخلص من النفايات النووية. على مدار 14 سنة اللي بعد كده الجزيرة كانت نقطة الصفر، واترمى آلاف البراميل من النفايات النووية في المحيط واستقرت في قاع البحر. فيه موقعين للدفن، واحد فيهم فيه حوالي 3500 حاوية، والثاني الأكبر فيه 44 ألف حاوية، 47,500 برميل في المجمل، قاعدين في قاع البحر اللي محدش رسم خريطته بالكامل من وقت ما اترموا هناك. اللي كان يهم في الوقت ده مش الحساسية البيئية، كان العزلة. جزر الفارالون اتختارت عشان كان صعب الوصول ليها، وده كان مهم. بلغة البيروقراطية كلمة بعيد مش معناها فاضي، هي بس تعني مكان الكارثة فيه أقل احتمال يكون ليها شهود
أو تتسجل أو يتم تصحيحها فوراً. رسمياً كانت تعتبر نفايات منخفضة المستوى، بس محتوى كتير من البراميل دي عمره ما توثق بالكامل. بعض السجلات ناقصة وبعضها مفقود تماماً. في الوقت ده ما كانش فيه نظام خرائط رقمي مركزي لرمي النفايات في المحيط. الإحداثيات كانت بتتسجل يدوي، وأوقات كانت بتتقدر حسب سجلات مواقع السفن اللي ممكن تكون منحرفة بمقدار أميال حسب حالة الجو والتيارات. ده معناه إنه حتى النهاردة العلماء ما عندهمش شبكة دقيقة بتوضح مكان كل موقع إلقاء بالضبط. قاع البحر هنا مش ثابت. تحرك الرواسب والانهيارات الأرضية تحت البحر والضغط التكتوني معناهم إنه البراميل مش بس ممكن تتآكل، دي كمان ممكن تتحرك. العلماء مش قادرين يرسموا خريطة لمكانهم الأصلي، وأكيد مش قادرين يرسموا خريطة لمكانهم الحالي. اللي احنا عارفينه إن عملية الإلقاء دي استمرت لحد سنة 1970 لما الحكومة وقفت كل عمليات التخلص من النفايات النووية في المحيط. حسب كلام الحكومة مفيش خطر على البيئة من الإشعاع ده، لأنه أغلبه كان يتحلل بحلول سنة 1980. بس يا ترى ممكن نثق فيهم؟ في مواد مشعة تحت هناك أكتر من كفاية علشان تقتل أي حد يقرب منها. كل اللي محتاجينه هو تسرب واحد بس. مع ذلك مش معروف إزاي ده أثر على الحياة البحرية في الفترة دي، خصوصاً الأنواع المهاجرة اللي بتقضي وقت طويل على الصخور البارزة. بس على الأقل تم التخلص منه بأمان، صح؟ الحقيقة عملية التخلص نفسها بتثير قلق أكتر. التفاصيل اللي اتنشرت أو تسربت خلت ناس كتير يقلقوا إن الوضع أسوأ بكتير من اللي الحكومة معترفة بيه. أول حاجة، طريقة التخلص الأولانية كانت إنهم يثقلوا البراميل بالخرسانة وبعدين يرموا البراميل في البحر، والطريقة دي ما كانتش دايماً بتنجح. فالجنود بدأوا يفكروا في حلول تانية. بيقولوا إنهم ضربوا البراميل بالبنادق عشان تغرق، وده معناه إن في براميل اتضررت قبل ما توصل لقاع البحر أصلاً، وده ما كانش سر، كان قانوني وكمان كان عليه موافقة وما حدش اعترض عليه. بس اللي كتير ناس بتغفل عنه هو إزاي العمليات دي كانت بتتعمل. الشحنات ما كانتش دايماً جاية من مكان واحد، بدل كده كذا معمل وشركات متعاقدة مع الجيش ومنشآت تابعة للبحرية، كلهم كانوا بيستخدموا نفس طرق النقل. يعني البرميل الواحد ممكن يكون فيه خليط من مواد جاية من مصادر مختلفة، وده ما كانش نهاية الموضوع كمان. في سنة 1951 السفينة USS Independence اللي كانت استخدمت في اختبارات نووية في بيكيني أتول اتملت نفايات نووية وتم إغراقها عمداً. الهيكل المشع اتبعت لقاع المحيط وفضل هناك لحد ما تلاقى تاني في سنة 2015، كأنهم كانوا فاكرين إن المحيط هيستحمل أي حاجة يرموها فيه، بس اتضح إنه مش كده. ده بيخلي جزر فرالون تحسسك إنها مش برية لكن أشبه بحقل ألغام. مع إنه الحكومة بتقول رسمياً إنه المنطقة آمنة، لكن فيها أسئلة كتير من غير إجابة. أول حاجة، مكان البراميل بالضبط مش معروف، وكمان حالتها مش معروفة. الخبراء النوويين قالوا إن تحريك البراميل بيؤدي لتسريبات أكبر من لو سيبناها في مكانها، وكمان استخراجها مش بس مكلف. تحريك البراميل المتآكلة في الأعماق فيه خطر إنه يسبب تلوثاً أكثر من لو سبناها في حالها. عملية التنظيف نفسها ممكن تكون أسوأ من الرمي اللي حصل في الأول. أي تسريب مفاجئ مش حيأثر على المنطقة بس، ده كمان حيطلق سحابة سامة في المياه اللي حواليها. المنطقة القريبة حتبقى مشعة بشكل قاتل، وأي حد قريب زي الغواصين أو الباحثين أو حتى السفن اللي بتعدي حيتعرضوا لتسمم حاد قبل ما يكون في وقت لأي رد فعل. مفيش تحذير ولا إشارة واضحة، مجرد خطر صامت بينتشر. طيب إيه بالضبط اللي موجود تحت دلوقتي؟ في سنة 1980 وكالة حماية البيئة رسمت خريطة للمنطقة عشان محدش كان عارف إذا كانت الجزر دي آمنة للبشر أو الحيوانات. التقرير قال إن الجزر كانت آمنة، لكنهم اكتشفوا مستويات من الإشعاع في بعض الحيوانات. الموقف الرسمي هو إن المستويات دي قليلة جداً ومش بتشكل خطر كبير، بس في تحفظ مهم هنا. محدش فعلياً فحص كل البراميل 47,500 دي، لأنه الموضوع مش بس عن اللي اترمى، الموضوع عن اللي بيحصل للبراميل دي. مع الوقت الحديد بيصدي
والحاويات بتضعف والأختام بتفشل. والكلام ده بيحصل بقاله سنين طويلة من غير ما حد يشوف. لو تسريب بسيط بدأ النهاردة، ممكن يعدي شهور من غير ما حد ياخد باله قبل ما يظهر في عينات بيولوجية من السطح. وفي الثمانينات كانوا لسه بيحددوا المستويات المرجعية للإشعاع في المحيطات على مستوى العالم. فلما الناس كانت بتتكلم عن الحدود الآمنة، ما كانتش دايماً مبنية على التراكم على المدى الطويل. غالباً كانوا بيقارنوا بالمستويات المعروفة للتعرض الصناعي وقتها، والحاجتين دول مش دايماً بيتطابقوا مع بعض. اللي بيبان مقبول في قياس قصير المدى ممكن يتصرف بشكل مختلف تماماً لما ينتشر في نظام بيئي كامل على مدار سنين. لو اتكلمت مع مصادر حكومية، هتلاقيهم شايفين إن أفضل استراتيجية هي الحفاظ على الوضع الحالي. مفيش أي عملية انتشال شغالة دلوقتي. البراميل المشعة غالباً هتفضل هناك إلى أجل غير مسمى. البراميل دي بقالها أكتر من 50 سنة تحت هناك، والخبراء بيقولوا إنه لو كان هيحصل أي تسربات خطيرة كانت حصلت من زمان، صح؟ الطبقة الواقية اللي على البراميل جنب جزر فرالون مش سليمة خلاص، هي بدأت تتآكل فعلاً. الحاويات دي ما اتعملتش عشان تعيش كل المدة دي، وأي محاولة لنقلها دلوقتي هتكون هي السبب في المشكلة. أول ما المعدات الثقيلة تلمس البراميل الضعيفة دي هتنفجر على طول. يعني التدخل مش بس في خطر تسريب، ده أكيد هيعمل تسريب. ده معناه إننا نعيد رسم خريطة المنطقة ونشغل نماذج احتواء ومحاكاة، وده في الواقع بيخلي الموضوع أعقد من إننا ما نعملش حاجة خالص. التدخل ليه مخاطره برضه. الناشطين البيئيين لسه قلقانين على سلامة المنطقة بسبب احتمال حدوث كارثة ممكن تسبب تسرب كبير للإشعاع. الموضوع كأننا بنمشي لكارثة من غير منحس. وكمان المحيط ما فيهوش حدود، يعني لو حصل تسريب هنا مش هيقف هنا، هيتحرك وينتشر ويوصل لأبعد من المحمية. وكل ده بيحصل مش بعيد عن مدينة فيها ملايين. إيه اللي ممكن يحصل لو حصل تسرب نووي كبير قريب من جزر فرالون؟ أكتر حاجة مرعبة إن مفيش حد عنده إجابة واضحة للسؤال ده. لو ده حصل هيكون فيه كارثة أكبر، هي السبب حدث كبير يسبب أزمة فورية. ولو ده حصل، كميات لا حصر لها من الإشعاع هتنتشر في الأعماق. هيكون تهديد وجودي للنظام البيئي، وهتتكون منطقة موت حوالين الجزر بتمتد ل20 أو 30 ميل. الخطر الحقيقي هو اللي حيتحرك جواها. سلمون المحيط الهادئ بيهاجر من كاليفورنيا لألاسكا ويرجع تاني. التونة الزرقاء، التونة ذات الزعنفة الزرقاء، بتعبر المحيط الهادئ كله. الكائنات اللي بتتغذى من القاع هتمتص التلوث مباشرة من رواسب قاع البحر، واللي بيبدأ من تحت مش بيقعد هناك كتير. لو تركيز المواد النووية كان عالي كفاية، ممكن يسبب سلسلة متتالية من التسمم وأضرار لا يمكن إصلاحها للحياة البرية. دي تهديد حقيقي جدا للتجمعات المحلية من الكائنات اللي بيعتمد بقائها على التوازن ده، وحيرجع جهود عقود من التعة في المحمية لورا. بالنسبة لبعض الأنواع المهددة بالانقراض أصلا في المنطقة، ده يعتبر بداية النهاية. لكن الخطر الأكبر مش في القرب، الخطر في إنه غير مرئي. الجزيئات حتنتشر في المحيط الهادئ والسلسلة الغذائية، ومن هناك ممكن توصل لأبعد من كاليفورنيا. الأسماك المهاجرة والطيارات حتنقل المواد المشعة على طول الساحل الغربي لحد ما توصل لأوريغون وكمان ناحية آسيا وأوروبا. ما فيش مراقبة مستمرة وفورية للإشعاع في مناطق الصيد التجاري. حتى نظام مراقبة المأكولات البحرية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيعتمد على عينات دورية مش متابعة مستمرة. تسريب بطيء من برميل متآكل مش هيشغل أي بروتوكول عشان ما فيش حالة طوارئ اتعلنت. وقت ما مستويات التلوث في السمك التجاري توصل للحد اللي يخليهم يعملوا اختبارات، السمك ده هيكون خلاص اتوزع. وجود مستمر لسمك ملوث بنسبة قليلة بيدخل السلسلة الغذائية برضه هيؤدي لعواقب صحية على المدى الطويل. القلق مش بس من التعرض الحاد، لكن كمان من التأثيرات التراكمية مع الوقت. بالنسبة للناس في سان فرانسيسكو، جزر فرالون غالباً مش أكثر من فكرة جانبية أو بقعة في الأفق في يوم صافي، أو مجرد هامش في حياتهم. كتير منهم عمرهم ما زاروا المياه اللي حوالين الجزيرة أو حتى شافوها من خلال المنظار، واللي يعرفوا عنهم بيعتبروهم مجرد شيء يثير الفضول مش أكتر.
على بعد 30 ميل وتحت السطح في مكان ما 47,500 برميل بيعملوا اللي الفولاذ بيعمله لما يقعد في مياه مالحة لمدة 75 سنة. المحيط عنده ذاكرة طويلة، ومستقبل جزر الفارالون والمناطق اللي حواليها ممكن يعتمد على المدة اللي المحيط يقدر يحتفظ فيها بأسراره. شكراً إنكم انضميتوا لي النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات، ده فعلاً بيفرق معنا. شكراً تاني، واشوفكم المرة الجاية في برنامج مات تاك.